في أبعد جزء من نظامنا الشمسي بعد مدار نبتون فيه عالم صغير وبارد جدا لدرجة أن حرارة الشمس بالكاد بتوصله، والعالم ده هو بلوتو. ده بعيد جدا عن الأرض، وحتى ضوء الشمس مش بيوصل له كويس. لعقود طويلة العلماء كانوا يعرفوا حاجات قليلة جدا عن العالم الغامض ده. في الحقيقة في معظم التلسكوبات زمان كان مجرد نقطة صغيرة ومش واضحة من النور في وسط الفضاء الواسع جدا. عشان كده أسئلة كتير فضلت من غير إجابة. يا ترى هو كبير قد إيه؟ وشكله عامل إزاي من فوق؟ وإيه الأسرار التانية اللي مخبيها؟ ومع مرور السنين وتطور تكنولوجيا الفلكيين بدأنا نكشف شوية بشوية عن الأسرار اللي حوالين بلوتو. وواحدة من أكبر المفاجآت إنه بلوتو مش لوحده زي ما كنا فاكرين، ده عالم بيسافر في ظلام الفضاء. أيوة، طلع معاه جسم سماوي غريب تقريبا نص حجمه، وده اسمه شارون. من أول نظرة ممكن تفتكر إنه قمر عادي بيدور حوالين بلوتو، بس كل ما العلماء درسوه أكتر كل ما اكتشفوا إن علاقتهم مش عادية خالص. في الحقيقة في بعض الفلكيين بيعتقدوا إنهم الاتنين بيدوروا حوالين بعض في رقصة غريبة للجاذبية، وهم بس اللي عندهم النمط ده ومفيش زيهم في النظام الشمسي كله. بس السؤال، إزاي اكتشفوا العالم الغامض ده؟ وإزاي شارون غير كل اللي كنا نعرفه عن بلوتو؟ وإيه شكل شارون؟ بس قبل ما نبدأ المناقشة كنت عايز أطلب منك لايك واشتراك في القناة بتاعتنا، ده هيساعدنا كتير كصناع محتوى. يلا بينا نبدأ. كل حاجة بدأت كده. كل حاجة بدأت في التسعينات. في المرصد البحري الأمريكي كان فيه عالم فلك اسمه جيمس كريستي بيعمل مراجعة عادية للصور القديمة لكوكب بلوتو. كان هدفه إنه يحسن الحسابات عن حركة بلوتو بالضبط في الفضاء. وهو بيفحص الصفائح الفوتوغرافية لاحظ حاجة غريبة، بدل ما يكون نقطة ضوء واضحة كان فيه شوية صور لبلوتو باين فيها زي نتوء أو جزء بارز على جنب. في البداية كان باين إنه مجرد عيب بسيط في الكاميرا أو تأثير حالة الجو وقت التصوير. أخوه في الحقيقة كتير من الصور دي كانت اتعلمت قبل كده إنها معيبة أو جودتها ضعيفة، لكن كريستي ما اقتنعش. هو عنده خبرة في دراسة اللي بيسموها النجوم المزدوجة، النجوم اللي بتكون مع بعض في نظام واحد، وعشان كده هو كان عارف الأنماط الغريبة اللي ممكن تدل إن في حاجتين لازقين في بعض في صورة واحدة. زاد اهتمامه أكتر لما لاحظ إنه باقي النجوم في نفس الصورة كانت صغيرة ومش مشوهة. لو كان في مشكلة في التلسكوب أو في جو الأرض كان المفروض كل الحاجات في الصورة تتأثر برضه، بس ده ما حصلش. بلوتو بس هو اللي كان ليه شكل غريب. فعلا هنا بدأت تظهر احتمالية مدهشة. يا ترى لو ده مش عيب في الكاميرا، يا ترى لو بلوتو فعلا ليه مرافق؟ عشان يتأكد من ده رجع كريستي لسنين كتير من الملاحظات المؤرشفة، رجع الصور القديمة من أيام الستينات، وبسبب كده بدأ يظهر نفس النمط واحدة واحدة. الكتلة الغريبة دي كانت بتظهر أكتر من مرة في أماكن مختلفة حوالين بلوتو. مع زميله روبرت هارينغتون تابعوا حركتها لسنين طويلة من بيانات الرصد. بعد تحليل دقيق ظهر نتيجة مهمة. الحاجة الغامضة دي كانت بتدور حوالين بلوتو تقريبا كل 6.4 يوم، والأغرب من كده سرعتها تقريبا مطابقة تماما لسرعة دوران بلوتو نفسه. وده مش مجرد صدفة بسيطة، واضح إنهم اكتشفوا عالما جديد، قمر ضخم مربوط ببلوتو بالجاذبية في رقصة غريبة في المجرة. في البداية ادوا له اسم مؤقت S1978 P1، لكن بعدين اقترح كريستي الاسم شارون. حسب مقابلاته الاسم جاي من لقب مراته شارلين اللي كان بيناديها شار، وكمان قال إنه كلمة أون بتتقال كتير في مصطلحات الفيزياء. بس في كمان تفصيلة لطيفة تانية. بعد ما اقترح الاسم اكتشف إن في الأساطير اليونانية القديمة شارون هو اللي كان بيجدف وبيوصل أرواح الموتى للعالم السفلي، مملكة الإله بلوتو. كأن الاسم كان مكتوب له من الأول،
وفي سنة 1986 الاتحاد الفلكي الدولي اعترف به رسمياً. رغم كده، كل ما علماء الفلك درسوا نظام بلوتو وشارون أكتر، اكتشفوا إنه مش كوكب وقمر عاديين زي اللي بنشوفهم في باقي أجزاء النظام الشمسي. في الحقيقة هنا بدأت تتغير نظرة العلماء كلها عن بلوتو. بعد ما تأكدوا من وجود شارون، بقى عند الباحثين فرصة يقيسوا بدقة أكثر الكتلة الكلية للنظام بتاعهم باستخدام حركة القمر حوالين بلوتو، وكانت النتيجة غير متوقعة. لسنين كتير كان في بعض العلماء زمان فاكرين إنه بلوتو أكبر وأتقل من حجمه الحقيقي، لكن لما ظهرت الحسابات الجديدة اتضح إنه خفيف جدا مقارنة بمعظم الكواكب في نظامنا الشمسي. فجأة بقى واضح إنه مش نسخة صغيرة من الأرض، ده عالم غريب متجمد ليه قصة تكوينه الخاصة. لكن اللي اكتشفوه عن شارون كان أكثر مفاجأة. بالنسبة لقمر، هو كبير جدا مقارنة بالكوكب اللي بيدور حواليه. في أغلب أنظمة الكواكب والأقمار، القمر بيكون صغير جدا مقارنة بالكوكب الأم. مثلا حتى لو أمرنا بيبان كبير وإحنا بنبص عليه من الأرض، هو لسه جزء صغير جدا مقارنة بكتلة كوكبنا كلها. الوضع مختلف مع بلوتو وشارون، كأنهم اتنين في نفس الحجم تقريبا وبيلفوا حوالين بعض. عشان كده في حاجات غريبة بتحصل في نظامهم. عادة مركز الجاذبية بين الكوكب والقمر بيكون جوا الكوكب نفسه، يعني القمر هو اللي فعلا بيدور حوالين الكوكب، والكوكب نفسه بيتحرك حركة بسيطة بس. لكن في حالة بلوتو وشارون، المركز ده بيكون في الفراغ اللي بينهم، يعني مش شارون بس اللي بيدور حوالين بلوتو، الاتنين بيدوروا حوالين نقطة غير مرئية في الفضاء. تخيل اتنين ماسكين ايدين بعض وبيلفوا حوالين بعض في نص صالة رأس، ولا واحد فيهم واقف فعلا. الاتنين بيتحركوا حوالين نفس المركز، وده بالظبط اللي بيحصل في نظام بلوتو وشارون. ولسه علاقتهم الغريبة ما انتهتش هنا. في ظاهرة تانية كمان نادر جدا نشوفها بالمستوى ده. لو لاحظنا قمرنا هنلاقي إن دايما في وش واحد بس منه بيبص على الأرض، وده لأن سرعة دورانه حوالين نفسه هي نفس سرعة دورانه حوالين كوكبنا. ده اللي بنسميه تياد اللوكينج أو القفل المادي. لكن بلوتو وشارون الموضوع عندهم أقوى من كده. الاتنين مقفولين ماديا على بعض، يعني وهما الاتنين بيبصوا على بعض. شارون بيبص على بلوتو وبلوتو بيبص على شارون في نفس الوقت. لو في رائد فضاء واقف في الجزء اللي بيواجه شارون، هيشوفه ثابت في السماء طول الوقت، مش هيطلع ولا هيغرب، زي دايرة ضخمة جدا معلقة دايما في السماء. وفي نفس الوقت لو انت واقف في الناحية التانية من بلوتو، عمرك ما هتشوف شارون ولا حتى مرة واحدة طول حياتك. العلاقة الجاذبية بينهم قوية جدا. بالشكل ده وبسبب كل الصفات الغريبة دي، بدأ كثير من علماء الفلك يسألوا نفسهم: هل لسه ينفع نعتبر شارون مجرد قمر؟ ولا المفروض نفكر فيهم كعالمين متساويين بيدوروا مع بعض في الفضاء؟ مع بداية الألفينات، السؤال ده بقى جزء مهم في الجدل اللي كان بيكبر حوالين المعنى الحقيقي لكلمة كوكب. ومع اكتشاف أجسام جليدية كبيرة أكثر في حزام كويبر اللي بعد مدار نبتون، المجتمع العلمي بقى أكثر حيرة في تفسير ليه بلوتو مميز عن الباقيين. وهنا بقت البيانات اللي جت من شارون مهمة. البيانات دي وضحت إن النظام الشمسي أعقد بكتير من التصنيفات البسيطة اللي كان العلماء بيستخدموها زمان. سنة 2006 الاتحاد الفلكي الدولي ناقش بجدية التصنيفات المختلفة اللي ممكن تطبق على بلوتو وشارون، وكان في اقتراحات كمان إنهم يتعاملوا معاهم ككوكب مزدوج. لكن مع استمرار الجدل كان في قرار أكبر جاي في الطريق. قرار مش بس هيغير وضع بلوتو، ده هيغير الطريقة اللي العالم كله بيشوف بيها إيه هو الكوكب فعلا. بس في سؤال أكبر كان دايما محير الفلكيين: لو كانت العلاقة بين بلوتو وشارون مميزة قوي، يا ترى إزاي بدأت الحكاية دي؟ لسنين طويلة أشهر تفسير كان إن حصل تصادم ضخم في بداية عمر النظام الشمسي. حسب النموذج ده، كان في جسم جليدي ضخم خبط في بلوتو من بلايين السنين. بسبب قوة الاصطدام، مواد كتير اتناثرت في المجرة، وبعد كده اتجمعت مع بعض وكونت شارون.
في البداية الفكرة دي شكلها منطقية، لأن ده كمان هو التفسير الرئيسي للعلماء عن إزاي تكون القمر بتاعنا بعد اصطدام عملاق بالأرض، وهي لسه في بدايتها. لكن مع تطور المحاكاة على الكمبيوتر وزيادة الفرص لدراسة تركيب بلوتو وشارون، بدأت تظهر شوية مشاكل، لأنهم مش زي الأرض. بلوتو وشارون مكونين بشكل كبير من جليد وصخور، وعلشان كده رد فعلهم في التصادمات العنيفة هيكون مختلف عن الكواكب الصخرية الأكبر. هنا بدأت تظهر فكرة جديدة شوية، ودي اللي بعض علماء الكواكب بقوا يدرسوها. بدل ما يكون فيه تدمير عنيف، ممكن يكون اللقاء الأول بين العالمين القدام دول. كان أهدى شوية. حسب بعض المحاكاة الحديثة، ممكن يكون حصل تصادم بطيء ومائل بين جسمين قريبين من بعض في حزام كويبر، ما تكسرواش على طول. بدل كده ممكن يكونوا لزقوا في بعض مؤقت وهم بيدوروا في الفضاء قبل ما ينفصلوا تاني، زي عربيتين خبطوا في بعض على سرعة قليلة وبعدين كملوا في اتجاهين مختلفين. بس في الحالة دي ما قدروش يهربوا من جاذبية بعض خالص. من ساعتها فضلوا مع بعض في شراكة جاذبية دائمة. مع إن التفاصيل الدقيقة لأصلهم لسه بتدرس، في حاجة مهمة بتوضحها الملاحظات. تكوين بلوتو وشارون مختلف. بلوتو فيه نسبة صخور أعلى، بينما شارون فيه جليد أكثر. بالنسبة لكتير من الباحثين، ده دليل إنهم مش مجرد خليط من نفس الحاجة بعد تصادم شديد السخونة. ممكن يكون كان ليهم هويتهم الخاصة قبل ما يبقوا شركاء في الفضاء. بس مهما كان اللي حصل فعلا وقتها، في تأثير واحد العلماء تقريبا متأكدين منه. كمية طاقة ضخمة اتولدت وقت ما الجاذبية كانت بتظبط علاقتهم الجديدة، وهم ببطء كانوا بيغيروا مدارهم ودورانهم. حصل احتكاك شديد جوه العالمين دول، والاحتكاك ده اتحول لسخونة. التفصيلة دي مهمة جدا، عشان في الجزء البارد جدا من النظام الشمسي اللي هم فيه، أي حرارة زيادة ممكن تغير تاريخ كوكب أو قمر بالكامل. كتير من النماذج الكوكبية بتعتقد إن السخونة دي ممكن تكون ضعافة الجليد الكثيف جوا شارون تحت السطح المتجمد بتاعه. ممكن يكون تكون محيط ضخم تحت الأرض من زمان قوي، محيط عمره ما تشاف من بني آدم قبل كده، محيط مستخبي تحت كيلومترات من الجليد. ولو ده حقيقي، يبقى ده معناه إن العالم الهادي اللي احنا شايفينه دلوقتي كان زمانه عالم أكتر نشاط من اللي ناس كتير متخيلينه. لعقود طويلة بعد اكتشافه، كان شارون مجرد نقطة ضبابية في تلسكوبات الأرض، ومحدش كان عارف شكله الحقيقي إيه. محدش كان عارف إذا كان فيه جبال هنا أو منحدرات أو آثار لنشاط جيولوجي قديم. وبعدين جه لحظة تاريخية. في 14 يوليو 2015 عدت مركبة ناسا نيو هورايزونز من هنا في نظام بلوتو بعد تقريباً 10 سنين من السفر في الفضاء. لأول مرة شاف البشر بلوتو وشارون عن قرب، والصور اللي تعرضت كانت أغرب بكتير من اللي كان أي عالم متوقعه. بدل ما يكون شارون مجرد صخرة جليدية بسيطة، ظهر كعالم ليه تاريخه المعقد الخاص به، عالم شكله مر بتغيرات ضخمة جدا جواه في وقت من الأوقات، وآثار الفوضى القديمة دي لسه منقوشة لحد دلوقتي على سطح القمر الغامض ده. لما العلماء فحصوا الصور اللي بعتتها نيو هورايزونز، كان في حاجة واضحة على طول: ماضي شارون ما كانش هادي. مع إن القمر ده شكله بارد وما فيهوش حياة دلوقتي، سطحه مليان آثار كوارث قديمة كانت هزت عالمه كله زمان. في أجزاء كتير من سطح شارون تقدر تشوف شقوق ضخمة، منحدرات طويلة وأودية عميقة بتمتد لمئات الكيلومترات. بعض الحاجات دي واضحة جدا وواسعة لدرجة إنك صعب تتخيل حجمها الحقيقي. في مناطق بيوصل طولها لأكثر من 1000 كيلومتر، وفي منحدرات أعمق من كتير من الكانيونات المعروفة هنا على الأرض. بس في سؤال: إيه القوة اللي ممكن تكسر تقريبا قشرة كوكب كامل؟ مش نيزك ولا بركان بالمعنى التقليدي. على حسب العلماء الكوكبيين، الإجابة ممكن تكون جاية من جوا شارون نفسه. لما كان نظام بلوتو لسه صغير، كان لسه فيه طاقة متخزنة جواه من وقت تكوينه. ممكن كمان العناصر المشعة الطبيعية اللي جوا الجزء الصخري من القمر كان لها دور. مع مرور الوقت، الحرارة دي ممكن كانت كفاية
إنها تذوب بعض طبقات الجليد المدفونة تحت السطح. لو النموذج ده صح، ممكن في وقت من الأوقات كان عند شارون محيط واسع مدفونة تحت قشرة الجليد السميكة بتاعته. مش محيط ظاهر على السطح، لكن محيط سري مخبئ في الأعماق. لكن مع برودة القمر على مدار ملايين السنين بدأت الأمور تتغير شوية شوية. المية اللي كانت سائلة بدأت تتجمد، وهنا حصلت خاصية غريبة للمية. على عكس أغلب المواد، حجم المية بيزيد لما تتجمد، وكل ما الجليد بيزيد تحت القشرة كأنه بيزق السطح كله بتاع شارون لبرا شوية شوية. القشرة بدأت تتمدد شوية شوية، والضغط بدأ يزيد شوية شوية، لحد ما وصل لمرحلة ما بقاش يقدر يمنع القوة اللي جاية من تحت، وبعد كده السطح اتشقق. الشقوق العملاقة والأودية اللي بنشوفها دلوقتي ممكن تكون علامات دايمة للعملية دي، زي عالم كان بيتمدد من جواه ببطء قبل ما يظهر عليه جروح كبيرة على سطحه. والأكثر إبهاراً من كده إن الأدلة دي لسه واضحة لحد دلوقتي، مش زي الأرض اللي فيها مطر ورياح ومحيطات وجيولوجيا نشطة بتغير شكل الأرض. العمليات دي تقريباً مش موجودة في شارون. ما فيش عنده غلاف جوي سميك يمسح العلامات القديمة، عشان كده اللي بنشوفه دلوقتي كأنه كبسولة زمنية ضخمة من زمان قوي. بس مش كل أجزاء القمر ليها نفس الحكاية. في الحقيقة مركبة نيو هورايزونز اكتشفت إنه كأنه فيه عالمين مختلفين جوا قمر واحد. في الجزء الشمالي بنلاقي المصاطب القديمة. المنطقة دي هادية ومليانة فوهات وشقوق وآثار لنشاط جيولوجي قديم جدا. شكلها قديم وخشن ومليانة تاريخ. أما لما نوصل للجزء الجنوبي المنظر بيتغير فجأة. السطح هناك أنعم وفيه فوهات أقل، وكأنه أصغر سناً من باقي المناطق. بالنسبة للعلماء ده دليل كبير إن في حاجة غريبة حصلت هنا بعد ما تكونت الشقوق القديمة في الشمال. واحد من التفسيرات الرئيسية هو اللي بنسميه البركان الجليدي. من أول نظرة بيبان كأنه بركان عادي، بس في عالم بارد جدا زي شارون اللي بيطلع من تحت مش صخور منصهرة. بدل كده ممكن يكون اللي طلع من جوه هو خليط من المية، التلج، وكمان مواد كيميائية تانية. وأثناء ما المحيط الجوفي القديم بيتجمد، الضغط تحت القشرة بيزيد، ولما بيتكون شق ممكن مواد معينة تضطر تطلع لفوق لحد السطح. على مدار وقت طويل ممكن تكون التدفقات المتجمدة غطت جزءاً كبير من النصف الجنوبي، وده السبب ليه المنطقة دي شكلها أنعم وأصغر في العمر مقارنة بالشمال. كمان في شوية جبال غريبة متوزعة في السهل ده، بعضها باين كأنه معزول وواقف في نص السهول الواسعة، كأنهم مش من المكان ده أصلاً. في علماء بيقترحوا إن الحاجات دي ممكن تكون قطع قديمة من القشرة الأقدم اللي اتقطعت وقت النشاط الجيولوجي الشديد زمان. لو التفسير ده صح، ممكن يكونوا زي جبال جليدية عملاقة اتحركت فوق مادة متجمدة قبل ما تسيب مكانها وتثبت في وضعها الحالي. مع كل تحليل جديد للبيانات اللي جات من نيو هورايزونز بيبان أكتر إن شارون مش مجرد قمر بسيط جنب بلوتو. ده عالم كان جواه حرارة في يوم من الأيام، وممكن يكون فيه محيط مخفي، وتاريخه مكتوب بنفسه في الشقوق والمنحدرات والسهول اللي احنا شايفينها دلوقتي. لكن من بين كل الاكتشافات اللي عملتها نيو هورايزونز عن شارون، كان في تفصيلة واحدة شدت انتباه العلماء على طول، وهي لونه، وبالذات الجزء الغامق الأحمر الغريب اللي موجود في الطرف الشمالي من القمر. ولو بصيت عليه من الفضاء هتلاقيه عامل زي بقعة كبيرة فوق الجليد، وبسبب شكله الغريب اتسمى اسم غير رسمي وهو موردور ماكيولا من بعض أعضاء فريق نيو هورايزونز. ولحد دلوقتي لسه واحد من أكثر الألغاز المثيرة في بلوتو كله. في النظرة الأولى شكله مجرد تغيير بسيط في اللون، بس بالنسبة لعلماء الكواكب ده دليل مهم ممكن يشرح إزاي بلوتو بيتأثر وبيأثر. وكمان شارون حتى لو في آلاف الكيلومترات بينهم. وبحسب التحليلات اللون الأحمر ده غالباً سببه مركبات عضوية معقدة اسمها تولينز.
عادة بتتكون الحاجات دي لما الجزيئات البسيطة زي الميثان بتتأثر بالأشعة فوق البنفسجية اللي جاية من الشمس، وجزيئات الطاقة العالية اللي بتسافر في الفضاء. مع مرور وقت طويل جدا، المواد الكيميائية دي بتتحول لمادة غامقة وحمرا. بس الميثان جه منين؟ هنا بيبدأ الجزء الأكثر إثارة في القصة. واحد من التفسيرات الرئيسية ليه علاقة ببلوتو نفسه. مع أنه بلوتو صغير بس عنده غلاف جوي رفيع مكون من غازات مختلفة زي الميثان والنيتروجين، وفي جزء من الغلاف الجوي ده بيهرب وبيطلع للفضاء. وأثناء ما شارون بيدور حوالين شريكه، في احتمال إن بعض الجزيئات اللي بتهرب بتتلقط بجاذبيته، زي حركة بطيئة لكن مستمرة لنقل المادة من عالم للتاني. ولما يجي شتاء القطبي القضيل في الجزء الشمالي من شارون، درجة الحرارة بتنخفض جامد. الجو هناك بارد جدا لدرجة إن الميثان ممكن يتجمد على طول ويبقى جليد. بعد فترة طويلة جدا من الظلام، الشمس حتنور المنطقة دي من تاني، ولما ده يحصل حتبدأ عملية التغير البطيء للميثان بسبب الأشعة فوق البنفسجية. على مدار ملايين لحد مليارات السنين ممكن يكون تكونت طبقة سميكة من المادة الحمراء اللي احنا شايفينها دلوقتي. لو النظرية دي صح، ده معناه إنه بلوتو نفسه هو اللي كان بيغير لون الجزء الشمالي من شارون واحدة واحدة. ده مثال نادر لعالمين بيأثروا على بعض بشكل مباشر حتى من غير أي تلامس جسدي. بس مش كل العلماء مقتنعين إنه بلوتو هو مصدر الميثان. في تفسير تاني لسه بيتدرس برضه. ممكن يكون الميثان جاي من جوا شارون نفسه. لو فعلا كان عنده محيط تحت الأرض زمان وحصلت انفجارات بركانية جليدية كبيرة في الماضي، ممكن يكون فيه غازات خرجت من أعماقه، ومن ضمن الغازات دي الميثان ومركبات تانية ممكن تطلع لحد السطح. ومع مرور الوقت ممكن الغازات دي اتجمعت في أبرد جزء في القمر اللي هو الأقطاب. وزي النظرية الأولى، الأشعة فوق البنفسجية اللي جاية من الشمس ممكن تكون هي السبب في تكوين المادة الحمراء اللي احنا شايفينها دلوقتي. حالياً ما فيش إجابة أكيدة عن أي تفسير فيهم هو الصح، وممكن كمان يكون في جزء من الحقيقة في الاثنين. بس مهما كان أصلها، الواضح أن العلامة الحمراء في الجزء الشمالي من شارون مش مجرد زينة من الطبيعة، دي علامة على العمليات اللي حصلت على مدار مليارات السنين، وكمان تذكير بمدى عمق العلاقة بين بلوتو وشارون. من خلال دراسة القمر ده، العلماء ما عرفوش شارون بس أكتر، لكن كمان فهموا بلوتو أكتر. في الحقيقة لو ما اكتشفوش شارون، كان ممكن يفضل الحجم الحقيقي والكتلة وخصائص بلوتو لغز لفترة أطول. مدار شارون هو اللي قدم معلومات مهمة ساعدت الفلكيين إنهم يحللوا النظام ده بشكل صحيح. الشروخ اللي على سطحه كشفت عن احتمال وجود محيط قديم، والسهول اللي فيه قدمت دليلاً على نشاط بركاني جليدي. والمنطقة الحمراء اللي في القطب الشمالي فتحت أسئلة جديدة عن انتقال المواد بين العالمين. ببساطة، قصة بلوتو عمرها ما حتكون كاملة من غير شارون. لسنين كتير كان البشر فاكرين إنه مجرد قمر عادي بيدور حوالين كوكب قزم صغير، لكن العلم الحديث ورانا إنه علاقتهم أعمق بكتير من اللي كنا متخيلينه زمان. عالمين مختلفين، جسمين تكونوا في نفس منطقة النظام الشمسي، واثنين كتبوا تاريخهم مع بعض بالجاذبية والثلج والحرارة والزمن. من نتوء صغير كان ممكن يتفهم غلط على إنه عيب في صورة قديمة، ظهر واحد من أغرب الأنظمة الكوكبية اللي اكتشفها الإنسان. ويمكن ده أهم درس نتعلمه من القصة دي. أوقات أعظم الاكتشافات في العلم مش بتبدأ ببحث مخطط له، بيبدأوا بحاجة صغيرة ممكن ما تتلاحظش، تفصيلة بسيطة، ملاحظة غريبة، وشخص مستعد يسأل ليه.